ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا انا كنت منوه من فترة ان انا كنت هعمل فيديو بيتكلم عن الاكتئاب. من كتر ما انا حاولت ان انا اجيب لكم كل حاجة عن الاكتئاب عشان خاطر في ناس فعلا بتعاني من الموضوع ده. اكتشفت ان كلنا مكتئبين بصورة او باخرى. انا اجلت الفيديو مرة واثنين وثلاثة واربعة، بس لما لقيت نفسي خلاص وان انا لازم اقدمه، لان انا خلاص نزلت كنت على الصفحة عندي ان انا اتكلم عن الاكتئاب. لما جيت اقدمه ما كانش حتى عندي شغف او حماس زي الفيديوهات اللي فاتت ان انا اقدم اي حاجه ليكم. كتر تفكيري على الاكتئاب خلاني ان أنا حتى لما جيت اعمل فيديو حتى شعري ما عملتوش، لبست اي تيشيرت عندي. انا اعتقد ان انا صحيت من النوم النهارده حتى وشي ما غسلتوش. كتر التفكير في الموضوع الاكتئاب خلاني بجد اكتئبت. اكتشفت ان الاكتئاب ده مرض منتشر جدا بينا كلنا. لما كنت بحاول اقرا عيون الناس اللي حواليا اكتشفت ان كلنا مكتئبين بصوره او باخرى، وكتير مننا مش عارف ان هو مكتئب. لما قريت عنه اكتشفت ان هو مرض منتشر جدا 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 وملوش سن معين. لكن اكتشفت ان الاكتئاب ده مرض نفسي بيأثر على الجسد وعلى نفسيتك طول الوقت. اكتشفت ان هو بيأثر على مشاعرك وعلى عواطفك طول الوقت. اكتشفت ان الاكتئاب بيفقدك الرغبة في كل شيء حواليك، اهتماماتك، شغفك، حبك، حتى رغبتك في الحياة. حتى رغبتك في الحياة بتفقدها. انت متخيل؟ كمان من أعراضه انك بتفقد رغبتك في ممارسة عاداتك اليومية، العصبية الغير مبررة طول الوقت، احساسك انك انت عاوز تبكي بسبب ومن غير سبب زي ما انا عاوز اعمل دلوقتي بالظبط. احساسك بالوحدة، بالكآبة، فقد الاهتمام والشغف بأي حاجة حواليك. لما بتكون مكتئب بتلاقي مفيش تركيز، قلة نوم، مش عارف تاخد قرار في أي حاجة، تلاقي جسمك وجعك طول الوقت، وبتلاقي عقلك واخدك في سكة إنك أنت عاوز تنتحر. تلاقي ميولك بقت انتحارية دايما، مبقاش حد فارق معاك، ودايما حاسس إنك أنت مش فارق مع حد. جماعة أنا حاولت إن أنا أشحن نفسي بطاقة سلبية طول الوقت. اكتشفت إن مفعولها تلاقي نفسك مخنوق ومتضايق، صعبان عليك نفسك بسبب ومن غير سبب، عاوز تبكي وشايف نفسك ضحية، موجوع، تعبان. أقل كلمة بتتقال حواليك مش لطيفة في حقك بتوجعك. فأنت عمال تخزن طاقة في طاقة في طاقة كلها سلبية، مش هتعرف تشيلها من جواك. خلي إيمانك بربنا قوي، حارب عشان نفسك. ودلوقتي لازم أقولها لك، طلع كل الطاقة السلبية واملى جواك إيمان بربنا وبنفسك. ارسم الضحك على شفايفك غصب عنك. ولو انت قاعد في مكان حاسس نفسك مخنوق فيه، خد بعضك واهرب منه. غيب يوم او اتنين لوحدك، شوف ناس جديدة، شوف مباني جديدة، وشوف طرق جديدة. اتعلم الرحيل. لما تلاقي نفسك في موقف او مكان انت مش مبسوط وانت قاعد وسط ناس بعينها او مكان بعينه، اهرب، ابعد بعيد، ابعد بعيد. اعمل خط واكتب هنا الاكتئاب وهنا انا. الاكتئاب حزن لكن انا سعيد. الاكتئاب انعدام ثقة لكن انا ثقتي بنفسي كبيرة وبربنا سبحانه وتعالى. الاكتئاب افكار سلبية لكن انا كل افكاري ايجابية، نابعة من حب لربنا وحب لنفسي. الاكتئاب عدم اهتمام
لكن انا هرجع اهتم بنفسي واهتم بكل الناس اللي بتحبني وبتدور عليا. الاكتئاب انت بتعيش في الماضي ودايما الوقت مش بيعدي. لا، انا مش هبص لورا تاني خالص، ولا هبص للي حصل قبل الفيديو ده بدقيقة. انا حالا دلوقتي هو متغير. ثانية بعد اذنكم. قمت غسلت وشي، سرحت شعري، ولبست القميص، وبعد الفيديو حالا هنزل اتفسح، هنزل اشوف الدنيا. معلش، دايما ما بحبش حد يكون اقوى مني، دايما ما بحبش ابقى ضعيف، لان خدت بالي ان لما كنت ببص في عيون الناس وانا ضعيف كنت بلاقيها مليانه شماته وفرحه. عشان كده ما تفرحش حد فيك. اهرب من كل موقف وحش يقابلك. اهرب من كل بني ادم وحش بيقول في حقك كلمه وحشه. ليه دايما بنسيب الناس اللي بتحبنا وبنروح للناس اللي ما بتحبناش؟ ليه دايما بنروح للي بيوجعنا؟ لا، والله العظيم لا. من النهارده هتعلم امسك في الناس اللي بحبها، هتعلم امسك في الحاجه اللي بحبها، هتعلم احب نفسي وامسك في روحي وامسك في ربنا قوي. هتعلم اهرب من كل بني ادم وحش واعمل خط. اوعى تتجرأ وتسمعني كلمه وحشه عن نفسي. ما بشبتك من ازاز وتخبطني ايه بالطوب. لا، اقف قدام نفسك في المرايه والله العظيم وحب نفسك بجد. من بكره غير عاداتك وغير دايره الناس اللي حواليك واتعب عشان نفسك. وانت لو بتغرق، ده المثل بيقول لك يعني الغرقان يتعلق في قشايه، هي الاشياء ممكن ما تنجيهوش، لكن هو اتعلق فيها عشان خاطر هيموت. اوعى تسلم نفسك للموت، اوعى تبقى ضحيه طول الوقت. قوم كده واسترجل وحب نفسك. كلنا مكتئبين، بس انا بقى اتعلمت ان لما يجي لي موقف يعني فيه ولو طاقه سلبيه اهرب منه على طول، ما افكرش، ما عنديش وقت. انا حرفيا لي 3 أسابيع بعاني من موضوع الاكتئاب، واحد اصدقائي اللي طلبوا مني لا يعني كان باين عليه قوي. لا 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 لا، انا كنت بحاول لما كان حد يكلمني في التليفون اكتر من 10 دقايق كنت بزهق، عاوز اقول له اقفل. لا لا لا، مش هسلم نفسي حته لحمه لاي بني ادم او لاي مرض يمسك فيا بسهوله. لا، احنا نقدر يا جماعه والله العظيم، ده احنا يعني متدينين بطبعنا. حب ربنا وحب نفسك قوي. حب مواقفك الحلوه وافتكرها، وافتكر مين في مواقفك كان بيقف معاك وبيساعدك، ومواقفك الوحشه افتكر مين كان ندل وارميه بره حياتك، لانه الطيور على اشكالها تقع. هو هيقابل اللي زيه وانت هتقابل اللي زيك. اهرب من مواقفك الوحشه، اهرب من الناس الوحشه، امسك في الناس اللي بتحبك حتى لو انت ما بتحبهاش، بس بتشوف منهم كل حب وكل اخلاص وكل. في ناس لما بنشوفها بتنور، في ناس لما بنشوفها بتحس ان كده ان عينها زغللت اول ما شافتك. تعلم تحب نفسك، تعلم تقف وتحارب عشان نفسك ولو حتى شويه قد كده، عشان تستحق الحياه وتستحق النجاح اللي جاي لك وتستحق انك انت تكون مميز في قصتك بكره وبعده. مفيش حاجه اسمها اكتئاب، في حاجه اسمها انا. في حد بيحاول يحاربني، اختار يبقى منتصر او ايه. انا الكلام اللي عندي خلص. اتمنى تشار الصفحه او تشار الفيديو، واتمنى الحلقات اللي انا بنزلها تعجبك، وما تنتظروش مني اي حاجه لمده اسبوع لغايه لما اطلع من الحاله اللي انا فيها دي، وهاجيلكوا اقول لكم ان انا طلعت من الحاله اللي انا فيها. بجد صعبه
ونصيحة أخيرة: راعوا بعض، حبوا بعض، ما تكرهوش بعض، ما تحكمش على الناس، لأنك أنت بني آدم، ممكن حكمك نفسه يكون خطأ أو صواب. حبوا بعض شوية يا جماعة. نهار سعيد عليكم.